بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الفل. النهارده ان شاء الله معانا زوتي تي 600. طبعا الفرش كله قشر. الناس اللي معاها الزوتي، كل ملاك الزوتي عارفين، مروا بالتجربه بتاعت العربيه الصيني والجلد الطبيعي الصيني. طبعا ما كملتش سنتين، كله قشر هنا في الباب. طبعا كل ده هيتعمل بفضل الله. طبعا الطابلون برضه هيتشال. العربيه دي هتتحول 180 درجه. كل اللي حضراتكم شايفينه ده هيتعمل، احنا لسه مستلمينها. طبعا الكرسي هيتأسس الأول لأن القالب خلاص باظ، ما عادش فيه قالب سفنجة أصلا، حتى السفنجة صيني أكيد فرول ما استحملش. كل اللي حضرتك شايفه بني ده هيتشال خالص. حبيت أصورها لكم بس قبل، لأن بفضل الله بعد هتختلف زي ما قلت لكم، مشيئة الله طبعا، بعد مشيئة ربنا. العربية دي بتنزل منها الفئتين، واحدة جملي وواحدة بني في أسود. احنا ان شاء الله هنخليها فئة تالتة خالص، لون تالت. هحل وارجع لكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. حلينا الزوتي خلاص بفضل الله، فكينا الباب. هنعمل القطعتين اللي كانت متقشرة والقطعة التانية، الطابلون، القطعة الصغيرة والقطعة الكبيرة اللي حوالين الكاسيت. كل حاجة مفكوكة قدام حضراتكم. ده الفريم بتاع الكاسيت. حتى هنا المخدع اللي بتسند عليه القطعتين بتوعه، ببقية المخدع الكونسول خالص، القطعتين بفتحة الهواية. افتح لك الباب اللي ورا عشان تفهم قصدي. شوف المنظر معايا هنا اهو. تكييف له فريم اللي هو ده، كان بني برضه هيتعمل في قدامك اهو. كل حاجة من هنا لحد جوه خالص، كل ده جلد هيتعمل، اللي بيركب فيه الليد بتاع النور. ما شاء الله كل حاجه سليمه بس لوحدها. اوريك برضو دلوقتي عشان يبقى انت ايه معانا كده خطوه بخطوه، كل حاجه قدامك ومن كل الجهات. طبعا صاحب العربيه لو شاف المنظر ده قلبه يقع في رجله، بس بفضل الله كل حاجه هترجع لوضعها. طبعا الكراسي كهرباء والارباك والسخانات، كل حاجه هترجع زي ما كانت بفضل الله. ماشيين خطوه خطوه مع بعض. هنقفل ان شاء الله وتكون عربيه تانية خالص وارجع لكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. قفلنا الزوتي. قبل اي حاجه العربيه دايره، كل الفيش اللي انت شفتها مفكوكه وكل حاجه، مفيش اي لمبه منوره ولا لمبه اعطال ولا لمبه ارباك. بفضل الله كل حاجه رجعت على وضعها ما شاء الله، اتحولت فعلا 180 درجة. نبدأ بالابواب. قطعتين نبيتي، الغرزة، تفاصيل، الفروقات، المفتاح، كل حاجة مكانها، كل حاجة على وضعها. الليد بتاع النور ده شغال بس طبعا عشان احنا بالنهار. طابلون قدامك، بقية الطابلون هنقفلك طبعا الناحية التانية. أصعب حاجة في العربية المخدع شغال، الاتنين شغالين ما شاء الله. الغرزة، التقفيل واصلة لحد فين. برضو الفتحة بتاعة التكييف اللي قلت لك عليها الناحية التانية. نبيتي السادة والمخرم اللي هو الجلد الفيليه الألماني. كراسي إرباك، كراسي كهرباء وكل حاجة بفضل الله رجعت على وضعها. طبعا مش محتاج أقول لك بقى الإرباك معمول حسابه، والموضوع مش فتلة وفتلة، لازم حاجات في الفرش بتتعمل. بطمنك وبوريها لك على الطبيعة، طبعا ما ينفعش أقولها في الفيديو. الحمد لله مبسوط بالعربية، أول مرة أعملها الزوتي. مبسوط أكتر إن الراجل صاحبها جالنا وهو مقتنع إن إحنا اللي هنعملها. بفضل الله الثقة دي مش من فراغ، ما بتجيش من السهل أبدا. ربنا يديم علينا نعمة الصنعة وحب الناس، اللهم آمين. ده الكرسي اللي كان الجنب كان متاكل خالص ومتهالك، رجع على وضعه. والتجسيم قدام حضرتك. طبعا الدواسة مش محتاج أقول لك عملناها برضه أسود ما شاء الله. ربنا يبارك لصاحبها يا رب. تفاصيل، بص الدورانات، الخيط، هو عاجب لك الغرزة اهو، كل حاجة اهو. هنا الفبرة بتاعت الإرباك شلناها من الكرسي الأصلي وحطيناها تاني ما شاء الله. الباب، الغرزة، بص على الفروقات وعلى الفواصل، ركز في كل حاجة. ظهر الكرسي الفبر رجع على وضعه برضو، كان نفس الكلام. الغرزة،
بص بجيب لك كل حاجه، التفاصيل الصغيره. شفت الغرزه دي؟ نفس الكلام. شايف الغرزه دي؟ الفواصل كلها لازم تبقى قصاد بعض. عربيه فيها صنعه اكتر من اي عربيه تانية قابلتها. نفس الكلام هنا. بص كل الفواصل لازم تبقى قصاد بعض كده، ان كل حته بتتجمع لوحدها وتتبنط لوحدها. الصناعيه فاهمين قصدي؟ ما ينفعش البنط يبقى مفارق، ما ينفعش اي حاجه من الحاجات دي خالص. الفتحه بتاعت التكييف اهي اتعملت برضو نفس الكلام. فريم كل حاجه بايته بالخروج بكل حاجه ما شاء الله. التحكم هنا شغال اهو، الكرسي بيطلع ويرجع قدامك اهو. ظهر الحمد لله. هركز لك برضو، ارجع لك هنا باب السواق تاني، الكرسي تاني نفسك عشان اوريك الفواصل دي. اوريك الفواصل دي. بص نفس الكلام. بص الفاصل بونت لازم يبقى على البونت ما شاء الله. الباب نفس الكلام. بص الابرتين قصاد الابرتين. مخدع بص ما شاء الله ما شاء الله. بص جبت لك كل حاجه في العربيه كأن العربيه قدامك وانت بتستلم. اي ملحوظه بس تشاور عليها وقول دي مش عجباني. بفضل الله زوتي تي 600 حولناها 180 درجه من بني واسود لنبيتي، تقريبا الوحيده في العالم، مش هقول لك بقى اللي في مصر. الحمد لله. بنسيب دايما شغلنا هو اللي يتكلم عننا، ما بنحبش نزوق الكلام ولا نبيع كلام. احنا بنبيع شغل، والشغل قدامك. اي ملحوظه قول لنا عليها. اسف لو طولت عليكم، واتمنى تتابعونا على طول، ما تنسوش مننا. اشكركم شكرا جزيلا. السلام عليكم.